ياه، انا بقالي كتير قوي ما صورتش في المكان ده، وحشني جدا. جو برضو كده واحساس حلو كده. اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف. ليه فيديو النهارده مختلف؟ تقريبا عشان حالق دقني وسايب شنبي. بس لا، النهارده معانا فيديو تقيل لمطعم فتح بقاله فتره، وهو مطعم يوكس. المطعم ده طبعا بتاع الفنان بيومي فؤاد، واحب اقول او ابدي حبي واعجابي للفنان بيومي فؤاد في اول الفيديو. وعمل برنامج، عمل مسلسل، عمل فيلم، عمل اي حاجه معاه. بحبه في كل حاجه بيعملها بصراحه. في فيلمين ثلاثه كده هو ما عملهمش او ما ظهرش فيهم كان بيعمل المطعم ده، صح؟ ممكن. طبعا هو مطعم وكافيه، المنيو بتاعه كبير جدا. حاولت اجيب حاجه من كل روك في المنيو، بحيث ان احنا ندوق حاجات كتيره من المطعم ونشوف ايه اكتر حاجه هم متميزين بيها. وفي حاجات غريبه هنجربها النهارده، زي مثلا سجق بالاناناس، دي انا بالنسبه لي غريبه جدا. في بيتزا بالاناناس. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مره تشوفني انا طوخي اشترك معايا في القناه، وخلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. يلا بينا. اول حاجه نبدا بيها وهي بيتزا تشيكن باربيكيو. هو المكان فاتح في 6 اكتوبر، وانا باجي هنا اصور في مدينه نصر. كان لازم اخرجها من العلبه واسخنها عشان ما نظلمهاش. مبدئيا انا بحب العجينه الرفيعه، فهم عاملين عجينه رفيعه، ودي مبدئيا كده حاجه حلوه جدا. انا قلت نجرب البيتزا بتاعتهم علشان برضو ايه، عشان اللي رايح وحابب يجرب البيتزا، او حد زي كده بيحب البيتزا في اي مكان يروح، برضو اقول له هاتها ولا لا خش على حاجات تانية. نقول بسم الله ونجرب. والله انا كنت مفكر ان هي جلدت ومش هاخد تجربه حلوه خالص، بس هم عاملين حركه حلوه جدا. الصلصه اللي محطوطه طعمها جامد، عاملين فيها تتبيله حلوه جدا. الباربيكيو اللي حاطينه طعمه حلو، مش اللي هي الانواع الرديئه اللي تلاقي الطعم طاغي ومبوظ الدنيا. لا، العجينه رفيعه، انا بحب العجينه دي جدا. اللي ذوقه هيبقى شبه ذوقي هيتبسط قوي من البيتزا دي، بس واضح ان اللي عاملها شاطر. البيتزا كمان مخدومه، الجبنه اللي عليها طعمها حلو، عليها فلفل الوان كخامات حلوه جدا. سعر البيتزا دي 95 جنيه. خلينا نخش على بعض، يلا بينا. تاني طبق معانا وهو فراخ يوكا، ودي عباره عن فراخ محشيه بسطرمه. فاعتقد الناس اللي بتحب بسطرمه هتتبسط معانا في الطبق ده، بس مش هتتبسط من السعر، لان الطبق ده سعره 155 من غير الضريبه. ما اعرفش، انا بقالي كتير قوي ما عملتش فيديوهات، الاسعار زادت والله. يعني 3 شهور ما كانش الموضوع كده، صح؟ الحمد لله. انا الاول عايز ادوق الصوص ده عامل ازاي. حاسه مسكر شويه، غريبه دي. خلينا نجرب بقى مع الفراخ دي. هي كمان ايه ده، جواها فلفل الوان، بس انا مش شايف بسطرمه كتير. فين البسطرمه؟ مش حاطين بسطرمه، حاطين حتتين من بره بس كده. لا، البسطرمه قليله بصراحه. هي دي بس البسطرمه كده. طيب خلينا ندوقها، نقول بسم الله ونجرب الفراخ بالبسطرمه. طيب هجرب حته ثانيه عشان دي ما فيهاش بسطرمه نهائي. انا هزعل قوي لو الطبق ده، هو ده مش بسطرمه اصلا، ده روز بيف. ده روز بيف. طيب مبدئيا انا توقعت ان هم مش محدقين البشاميل عشان البسطرمه تبقى حادقه، فيبقى في توازن. بس المشكله بالنسبه لي ان هم مش حاطين بسطرمه اصلا. يعني الطبق ده، انا واحد ما بيحبش الملح كتير في الاكل، الطبق ده الملح فيه قليل جدا، مش مبسوط خالص. طعم الفراخ عادي جدا، ما فيش اي تتبيله مميزه. دي هتبين اهو ان هو روز بيف مش بسطرمه اصلا. انت كده غيرت الطبق خالص، عملت حاجه تانية، وانت طلعت الطبق انت مش عارف هو حلو ولا لا. قال مفيش بسطرمه فخلاص نحط روز بيف، مفيش روز بيف خلاص نحط لانشون. البشاميل ده كمان عشان مش مملح، فانا حاسس ان انا باكل مهلبيه. خلينا نخش على بعض، يلا بينا. الطبق اللي بعد كده وهو اغرب طبق معانا، وهو سجق بالاناناس. انا استغربت وقلت ازاي سجق بالاناناس يعني، فقلت نجيبه ونجربه. هم عندهم كمان سجق بالقراصيه او بصوص القراصيه، وسجق بدبس التمر او بصوص التمر، حاجه كده يعني. بس للاسف الاثنين مش موجودين. هو في رز معانا، بس اعتقد الرز ده جاي مع ورقه اللحمه، مش جاي معاه يعني، فهو بيتقدم كده لوحده. هو مش جاي عيش خالص مع الاوردر، بس مش مشكله، خلينا نستعين بالرز. نقول بسم الله ونجرب. السجق هنا جامد قوي. انا اتقفلت بصراحه من الطبق اللي فات ده، وقلت انا هشوف النهارده يوم، بس لا، سجق جامد. بص هو برضو خلينا نقول الحق، كميه قليله. الطبق ده ب 85 جنيه، على الكميه دي قليل، بس الطعم عجبني. عايز ادوقه مع حته اناناس. بصوا انا مش زي طعم الاناناس، بس حاسس ان في حاجه مسكره يعني. وميزه الاناناس ان هو مش مسكر قوي فمبوظ الدنيا، لا، مدي تسكيره خفيفه كده. ميكس جامد جدا. واللي اخترع الطبق ده برنس. هو غريب، انا عارف ان هو غريب، وطعمه برده ممكن تستغربه كده للوهله الاولى، بس انا بصراحه عاجبني قوي. السجق كمان بتاعهم حلو جدا، تتبيلته حلوه قوي مع الاناناس، ميكس غريب وجامد. لو جاي معاه سايد هيبقى كويس، معاه رز، مكرونه، اي حاجه ثانيه. ده كان السجق جامد، سعره 85 جنيه. خلينا نخش على بعض. الطبق اللي بعد كده وهو ورقه اللحمه. في باكت بطاطس. ممكن يكون عشان الطبق كبير فالكميه فيه حاسس ان هي قليله، ولو هو جاي في طاجن كنت حاسس ان هي كميه كويسه. والله انا عندي فكره كويسه، انا ممكن اقوم اوزن، اجيب الميزان. احنا جايبين ميزان ليه؟ احنا نوزنهم.
ادي طبق وادي الميزان، نحط ده على ده، نفتح ونكب هنا. طيب حجمه طلع 372، ممكن يكون فيه ربع كيلو لحمه، مع العلم ان هو فيه بطاطس. ليه انا بعمل كده بقى؟ لان الطبق ده سعره 165. فخلينا ندوق طبق ورقه اللحمه، لحمه وبطاطس فلفل الوان وبصل. خلينا ندوق مع الرز، نقول بسم الله ونجرب. طيب ادوق حته اللحمه، بسم الله. انا مش فاهم هم ماسكين ايديهم في الملح ليه، يعني في حد اشتكى تقريبا من الملح فهم بقوا بيخافوا يحطوا كتير. برضو الملح قليل، واول مره اجيب ورقه لحمه وتبقى فيها اللحمه قطع كبيره كده. اللحمه مش بتشد معايا، مش مضايقاني، بس انا بحب اللحمه تبقى دايبه خالص، يعني تسويتها كويسه، بس مش عاجباني ان هي قطع. دايما ورقه اللحمه تبقى شرايح. حتى الصوص اللي موجود طعمه مش حرش، مش حاسس ان هو طعمه حرش. انا باكل وبدور على الطعم ده، مفيش. حتى الملح مفيش، كاني سلقت لحمه. خلينا نخش على الطبق اللي بعده. اخر حاجه معانا وهي سندوتش شاورما. فمبدئيا شكل الساندوتش حلو، واخد وضع المنقوشه. هتكلمني عن الحجم، دي ايدي اصغر ايد على الكوكب، فهو حجمه صغير برضو. فخلينا نجربه. ده سندوتش شاورما فراخ، نقول بسم الله ونجرب. سندوتش شاورما جامد حلو الحمد لله. انا مش مهم يبقى في اي حاجه في الفيديو ما عجبتنيش، المهم النهايه تبقى حلوه. طول عمري كده انا كنت انزل العب بلاي ستيشن مع صحابي، واهم حاجه بالنسبه لي اخر ماتش، ما اخسرش اخر ماتش. طعم السندوتش جامد، جواه طماطم، وطعم العيش ده حلو قوي، في بصل، بقدونس، طماطم، خلطه اللحمه المصري بتاعتنا، سواء عاملها مع الفراخ وحاططها في عيش تورتيه او تورتيلا. بس العيش ده مش عيش تورتيه عادي، لا طعمه حلو، طعمه مختلف، والحته الحرواقه اللي فيه دي مديها طعم حلو جدا، فلا حلو. دي كانت الشاورما. خلينا نخش على الترتيب. ماشي. انا مش مبسوط، يعني بعيدا عن ان انا عمال اهزر وكده، بس يعني تجربه مش عايز اقول لكم كل الاسعار اللي انا بقولها دي من غير ضريبه. المهم خلينا نرتب. اكتر حاجه عجبتني النهارده وهي السجق، فده طبق مختلف وحلو، وكان سعر الطبق ده 85 جنيه. تاني حاجه عجبتني النهارده وهي البيتزا، البيتزا بتاعتهم حلوه، والبيتزا دي سعرها 95 جنيه. تالت حاجه عجبتني النهارده واخر حاجه عجبتني النهارده هي سندوتش الشاورما. سعر السندوتش ده كان 55 جنيه. واخر طبقين ودول مش هيدخلوا في الترتيب اصلا، ورقه اللحمه كان سعرها 165 جنيه، فراخ اليوكا كانت ب 155. كده الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتجربه النهارده عجبتكم، وان شاء الله ان شاء الله مش هغيب الفترة دي تاني، او مش هغيب فترة طويلة كده تاني، مع بعض على طول ان شاء الله. شكرا لكم جدا على التعليقات، الكلام الحلو اللي اتقال في الفيديو اللي فات. لو انت على الفيس اعمل لايك وفولو، واعملوا فولو على الانستجرام. سلام.